اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى، بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه عظمه يعني. هي مش حاجه افتكاسيه قوي، بس يعني ايه، زي ما هي موفره وفي نفس الوقت يعني تغيير عن الاكل التقليدي اللي كل يوم بنعمله. وكمان الحاجات دي بتعجب الاولاد جدا يعني. عندي الاولاد بيحبوا الاكلات اللي هي بتاعت بره، مش الاكلات التقليديه بتاعت البيت، بس انا بحاول اعودهم ان في زي ما في ده في ده. تمام. وكمان يعني ايه، على حسب ميزانية بيتي. ما هو انا اللي ماشية الميزانية مش هم. يعني هم لو عليهم عايزين اكلات من بره وحاجات يعني تفوق الميزانية. طبعا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها ديت، مش هينفع ان احنا نتعامل بكده، فلازم ان احنا نغير. يعني ونمشي على قد ميزانية بيتنا، وظروفنا هي اللي بتحددنا. تمام. انا معايا هعمل، معيش مش هعمل، معايا هشتري، معيش مش هشتري، على حسب الظروف والميزانية. تمام. بس هنقوله بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا بطاقة وحماس، وان شاء الله تستفيدوا منه. تمام. بص انا هنا كنت سلقت معايا النهارده هعمل مكرونه بالوايت صوص، وهعمل عامل لهم دجاج اللي هو بتاع نجس بتاع الشركات. تمام. اللي هي الكوكي. فهنعمل ايه؟ هنا بقى انا بعمل البشاميل بتاع الوايت صوص، يعني الصوص الابيض. هو زي البشاميل كده، بس مش قوي يعني، او زيه. ممكن بنضيف حاجات عندي زيادة. وانا بعمل البشاميل تلاقيني بحطها. فهنا زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت معلقتين سمنة، وبحمر اللي حطيت معلقتين 3 دقيق كده علشان احمرهم في السمنة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بحمر فيهم خالص اهوت، وافضل ايه، يعني هقلب فيهم كويس جدا لحد ما يختلطوا ببعض ودي ياخد لون معايا. تمام. بس كده. هنا اهوت انا، بصوا انا هعمل ايه بقى. انا هفكك الدقيق ده، هفككه باللبن اهو. بصوا هنزل بالكبشة كده. طبعا انا قعدت ادور على المضرب السلك بتاعي في المطبخ بتاع ربع ساعة، ما لقيتهوش. فتنيت بصوا اقلب فيها يمين وشمال يمين وشمال علشان ايه، ما تكلكعش مني بعد كده. وفي الاخر وانا بداير لقيته. سبحانك يا رب يعني. والله قعدت ادور على المضرب كتير، وقعدت بالمعلقة كده مش لاقياه، مش عارفة هو فين. سبحانك يا رب يعني، ما كانش موجود في الوقت ده. بس الحمد لله يعني. بس انا هنا بقى قلبتها كويس وضربتها كويس، وبعدين نزلت بمرقايه وشويه ملح وشويه شطه، وهنزل بالتوابل بتاعتي فلفل. تمام. وهنزل اهو زي ما انتم شايفين، وهنكمل هنستمر في التقليب برضو. بصوا المعلقه السيليكون ما كملتش معايا ضرب، فانا جبت المعلقه الخشب، قلت يمكن تساعد معايا وتفكك معايا دي. كان بصوا هنا كلكع مني بقى شويه، وما عرفتش اعمل ايه، تنيتها برضو افتكس واجيب يمين وشمال المطبخ. والله كانت قدامي، يعني انا المكان اللي لقيت فيه الكبشه ده لقيتها قدامي، دورت فيه مرتين. وهنا بقى خدنا من ميه سلق المكرونه، خدنا ايه، خدت كبشتين كده، لان ميه سلق المكرونه دي بتلف معايا الصوص ذات نفسه، تخلي الصوص كده ليه قوام وطعمه حلو. بس كده. وهنا كانت المكرونه بتاعتي اتسلقت، وكنت صفيتها وسبتها تتركن كده شويه لحد ما ايه، اهو بصوا لقيتها الحمد لله. والله قلبت المطبخ كله. وهنا كان قعدت بقى اقلب فيها كتير كتير علشان تفك بقى. ما هي كانت بصراحة البشاميل من غير المضرب السلك ده ولا حاجة، لان هو بيفكك معايا دي بسرعة. وهنا بصوا هنزل بحتة الجبنة الموتزاريلا المحترمة دي، وكان نوعها مش حلو ومش بتمط ولا اي حاجة، والحمد لله. بصراحة الجبنة اللي بتمط وكده غالية، فالله المستعان. المهم ان هي جبنة موتزاريلا وخلاص. على فكرة احنا ممكن نحط بتاع ده، اللهم صل على النبي، جبنة قريش بتدي المطة احسن من الجبنة اللي احنا بنجيبها، وما بتبقاش حلوة. وهنا كان عندي شيدر نزلت بيها كده زي ما انتوا شايفين.
بس بصراحة المفروض انتوا تبشروها، انا ما بشرتهاش. انا قلت بقى هي هتسيح مع السخونية وكده، لا غيبت شوية. معرفش بقى ده من نوعها ولا ايه، بس هي المفروض ان انا بحطها بتسيح على طول. لا انا قعدت اكسر فيها كتير عشان ايه تتفكك معايا. فقلت يا ريتني كنت بشرتها وكانت نزلت ساحت يعني اسرع يعني. بس كده الفيديو ده اهو بصوا، بانيه اللي هو النص مقلي، حلو وموفرة برضو. يعني انا بقول لكم اكلات اقتصادية وموفرة، تساعد معاكم في المصروف الشهر. اولا الباكيتة دي فيها هي عاملة 39 جنيه، يعني هنقول 40 جنيه. تمام. بتعمل معايا وجبتين. يعني هي اللهم بارك بتقعد معايا وجبتين، بعمل بيها على مرتين. بستخدمها امتى بقى؟ بجيبها لما اكون مزنوقة قوي، يعني مش على طول. تمام. هي بتبقى جاهزة، يعني مثلا يوم عندنا تمرين، يوم تعبانة، يوم مثلا جالي حد مثلا وانا مش مرتبة نفسي، مش مجهزة نفسي، فعلى طول بتبقى جاهزة معايا وكويسة وطعمها جميل جدا. عندي العيال بيحبوها. فانا بصوا انا بجيبها بقى كده، وبعدين مشبعة. بس كده زي ما انتم شايفين، حمرناها وظبطناها وطلعناها على عودين خضرة كده متقطعين محترمين. والمنديل بتاعنا شرب شوية الزيت اللي احنا قلنا فيهم. وهنا المكرونه بتاعتي كانت خلصت، الوايت صوص كان خلص. وقلبنا المكرونه. هي المفروض ممكن تتعمل بمكرونه شرايط، ممكن تعمليها بمكرونه اقلام، تعمليها باي نوع مكرونه عندك، بس بالطريقه كويسه. بس بتتاكل سخنه، بتتاكلش غير كده. ويا رب الفيديو بتاعي ده يكون عجبكم. تمام. ويكون